وفجأة اكتشفت مخابرات عبلة أن الجباصين المغاربة وعمال البناء والصباغة وفنانو الزليج جواسيس يهددون الأمن القومي الجزائري. قناة المغرب. استنفر جهاز المخابرات واستدعي الجنرالات وعقد الاجتماع المصغر للمجلس الأعلى للأمن تحت إجراءات أمنية استثنائية. لا بد أن الأقمار الصناعية الجزائرية على كثرتها وفاعليتها قد رصدت جيوش كوكب ديغا وأسرابا من الصحون الطائرة وفرقا من الفضائيين تحوم فوق سماء الجزائر، فالأمر جلل والجزائر مستهدفة، لهذا تستوجب الظروف اتخاذ قرارات مصيرية. المغاربة اللي موجودين فوق التراب الجزائري عليكم أن تتوجهوا إلى أقرب مركز شرطة وتروحوا تقدموا أنفسكم، والجزائريين اللي راهم عندهم ناس مغاربة خدامين المطلوب منهم وبشكل عاجل إبلاغ السلطات المحلية الأمنية. هنا العقيد شنقريحة يبحث في ملفه الخاص عن الشفرة السرية لكيفية التعامل مع الصحون الطائرة، فيما يبحث تبون بين مستنداته عن الكونترخطة التي كان أعدها للاستيلاء على أموال جيش ديغا. تمخض الجبل وأنجب اجتماع مجلس الأمن الأعلى قرارا رخيصا حقيرا دون معنى يتجلى في فرض التأشيرة على المغاربة. وفجأة اكتشفت مخابرات عبلة أن الجباصين المغاربة وعمال البناء والصباغة وفنانو الزليج جواسيس يهددون الأمن القومي الجزائري، تستوجب الضرورة القصوى فرض التأشيرة عليهم والتحقق من هوياتهم ونواياهم قبل الإذن بدخولهم البلاد، تفاديا في تسريب المعلومات الحساسة عن المواقع الصناعية العسكرية السرية مثل ميناء الغواصات النووية بباب الواد وقاعدة الصواريخ الباليستية والعابرة للقارات والفرد صوتية في سيدي بالعباس ومحطة الأبحاث الفضائية في تامن راست والمفاعل النووي ومركز صناعة القنابل النووية بغار جبيلات. كان لابد أن يعقد الاجتماع الأمني العالي المستوى على عجل من أجل حماية هذه المنشآت الاستراتيجية من الجباصين المغاربة. لقد استنفذ نظام المرادية مخزونه من القرارات البهلوانية السخيفة ضد المغرب، والتي بدأها في قطع أنبوب الغاز ثم إغلاق الأجواء وقطع العلاقات. هذه القرارات التي وظفها ولا يزال في الاستهلاك الداخلي في إطار إيهام الجزائريين بسيناريوهات أفلام تجسسية خيالية تستخدم أساليب بدائية من القرن الماضي، ناسيا أن جيل اليوم وطبقا للكم الهائل من المعلومات المتوفرة أمامه يصعب إقناعه بتصديق تلك المسرحيات المكشوفة، ولن تنطلي عليه السيناريوهات الخيالية لأفلام الستينيات من القرن الماضي. فالعمليات التجسسية اليوم تأتيك من حيث تدري ولا تدري، بحيث اخترقتك التكنولوجيا من كل جانب، جعلتك في موقع العاجز تماما، فبوسعهم التجسس عليك من هاتفك الشخصي شئت أم أبيت، وبإمكانهم تشغيل الكاميرا والميكروفون عن بعد دون شعورك، وبإمكانهم الاطلاع حتى على لحظاتك الحميمية. وهاتف تبون ليس في مأمن من كل هذا، فقد يتجسسون عبر الشاشات الذكية ويعترضون المكالمات الشخصية والخاصة والحكومية، وتترصد أقمارهم الاصطناعية تحركاتك المدنية والعسكرية، ويعلمون حتى لون ملابسك الداخلية. فما الذي بقي لعمال الجبس والبناء ليتجسسوا عليه؟ ثم ماذا تملك أصلا وبما تخيفهم كي يضيعوا وقتهم الثمين في التجسس عليك ليروا مشاهد الطوابير أو لحافلات كهذه؟ تصريحات تبون، مغالطات السيد الرئيس. 3 أشياء تكاد الخرجات الإعلامية وخطابات عم تبون لا تخلو منها، وهي العدس، الحليب والمروك. في هذه الحلقة نستعرض معكم أهم المغالطات التي أطلقها سيادة الرئيس عن المغرب. قناة المغرب.
المغالطة رقم 1: أسباب فرض التأشيرة على المغاربة. L'Algérie a, Monsieur le Président de la République, imposé le visa aux ressortissants étrangers détenteurs d'un passeport marocain. Cette décision souveraine est-elle sécuritaire ou politique? Les deux. Si on considère qu'il y a un jumelage, c'est même pas entre l'entité sioniste et le royaume du Maroc, c'est politique. Mais احنا اللي يهمنا شيء امني، لان عندنا شكوك ان فيه البعض منهم جاء دخل عندنا بجوازات سفر مغربيه. جواسيس؟ ممكن ماهوش بالضروره. احنا واش يجي يدير عندك؟ هو من الاجهزه تاع المخابرات ولا الاجهزه العسكريه ولا واش يجي يدير عندك باش يشوفوا هارون، يمشي يشوف الميناء تاع هارون، يشوف هذه ويشوف مرسل كبير ويشوف هذه وبجواز سفر تاع دوله عربيه اللي تحتها اللي عندها الحق تاع المرور بدون تاشيره، بدون خطر حقيقي على بلادنا، لان عندنا شكوك. تبرير ليس في محله يا سيادة الرئيس، فاتخاذ القرارات مثل هذه لا يتم بناء على مجرد شكوك. ثم لنفرض جدلا أن جواسيس إسرائيليين بجوازات مغربية دخلوا الجزائر، ما الذي يمكن أن يتجسسوا عليه؟ وما المعلومات الحساسة التي يمكن أن يجمعوها؟ هل تملك مثلا مصنعا للصواريخ البالستية العابرة للقارات أو الفرد صوتية؟ أو هل لديك مراكز أبحاث لإنتاج القنابل النووية؟ بالله عليك، ماذا تملك من سلاح لم يطلعوا عليه؟ المغالطة الثانية: الشعب المغربي شعب شقيق. ما هوش إجحاف يا شقاءنا المغرب، أما الشعب المغربي أني قلتها وزيد نكررها، شعب شقيق. الشعب المغربي احنا ما نكن له إلا المودة، ونتمنى له إن شاء الله يخرج من المرحلة اللي فيها بسلام. هذا السياق سيد الرئيس، بعض وسائل الإعلام الغربية والمغربية تحدثت بعد قرار الجزائر فرض التأشيرات لحاملي الجوازات المغربية، كتبوا وقالوا أو ادعوا أن الجزائر ستقوم بطرد المغاربة المقيمين في هذا كلام فارغ. هذا كلام غير صحيح، كلام فارغ. هم عايشين معنا الأشقاء المغاربة. كاش واحد يمشي يخدم ولا يقول له انت مغربي ما تخدمش، ولا انت ما داخلين في وسط الشعب، ما كاش اللي يعرفهم باللي مغربي ولا ماشي مغربي. احنا ما نفرقش ومرحبا بهم. انا قلت الشعب المغربي شعب شقيق وبأتم المعنى، ما هوش إجحاف يا شقاءنا المغرب. اما الشعب المغربي أني قلتها وزيد نكررها، شعب شقيق. هذه أيضا لا يمكن أن تمر علينا سيادة الرئيس، فلو كنا شعبا شقيقا حقا لما سعيتم لتقسيمنا وتفتيتنا إربا منذ 50 عاما. فلو كنتم تعرفون معنى الأخوة حقا لما أغلقتم البر والبحر والجو وأوسطتم الحدود وقطعتم الغاز. الشعب الذي تسميه الشقيق سعادة الرئيس ترسلون إليهم عصابة البوليساريو يطلقون عليهم القذائف الصاروخية. في الحقيقة نعم الأخوة هذه. المغالطة الثالثة: سحبنا السفير من فرنسا احتراما لقرارات الأمم المتحدة. Avec la France, Seyid El-Raïs, une crise diplomatique cache une autre. Actuellement, l'Algérie a retiré son ambassadeur après le soutien apporté au présumé plan d'autonomie marocain sur le Sahara occidental occupé, donc en soutenant le fait colonial. Est-ce que cela annule-t-il de fait votre visite à Paris? La visite est une chose, et le fait qu'on ait retiré l'ambassadeur, c'est autre chose. احنا احتراما للقانون الدولي واحتراما للأمم المتحدة واحتراما لمجلس الأمن الدولي لدولة فرنسا، هي عضو دائم في مجلس الأمن، عندها حق النقد وحق الرسم. تمشي اليوم انت تعلن امام الملأ باللي راك موافق الحكم الذاتي، بينما الملف راه في لجنة تصفية الاستعمار تاع مجلس الأمن اللي انت عضو فيها.
هاد لي دو بوا دو ميزور واش معناتها؟ احنا سي بور سا المفروض انت تدافع على مجلس الامن اكثر من اللي ندافعوا عليه احنا. اما مساعدة المخزن في الاستيلاء على الصحراء الغربية هذا شيء عارفينه من زمان احنا. حتى الحكم الذاتي فكرة فرنسوية ما هيش فكرة مغربية. ما نذكرش الرئيس اللي جبدها ودافعوا عليها ولكن انت راك عضو دائم في مجلس الامم المتحده في مجلس الامن تسعى للسلم. مجلس الامن هو باش يحمي السلم في العالم. تختار انت الاول من جهه دير لي هذه ومن جهه اخرى وزير يقول لنا نمشيو نستثمروا في الصحراء الغربيه والاخر كذا. انا شويه احترام شويه قدر للهيئات الامميه شويه قدر لهذه احتراما للقانون الدولي واحتراما للأمم المتحدة. هذه أيضا مكشوفة ولا يمكن أن تمر أيها الرئيس. فلو كان همكم إرغام فرنسا على احترام القرارات الأممية لأرغمتموها على احترام القرار الأممي رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة سنة 67. لماذا لم تسحب سفيرك من فرنسا وأمريكا وألمانيا وإنجلترا احتجاجا على ذلك؟ ألستم تقولون أنكم مع فلسطين ظالمة أو مظلومة؟ ألستم قوة ضاربة؟ ثم إن هذا قرار يأمر دولة بالانسحاب من أراضٍ محتلة. أما بخصوص الصحراء فالأمم المتحدة لا تصفها بأراضٍ محتلة ولا تدعو المغرب بالانسحاب منها. أنتم من تطلقون عليها هذا الوصف. سيادة الرئيس، نحن نعلم أنكم أجبن من أن تواجهوا فرنسا أو أمريكا أو غيرها من الدول التي لا تحترم هذا القرار. تستعرضون عضلاتكم الكرتونية على المغرب فقط. قناة المغرب.